بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بعك فني وباداره سيئه لمارسيل كولر وبتحكيم كارثي بيفوز على الهلال السوداني 1-0 في مباراه اقل ما يقال عنها. زي ما قلت لك كده، عك فني بالنسبه للاهلي، قله حلول غير طبيعيه، مدير فني بيعمل حاجات غريبه وحاجات عجيبه، وقصه ان انت تقنعني ان جراديشار هيلعب طرف دي الموضوع صعب قوي صعب قوي. لا، واول ما افكر ان انا اغير الطرف انزل عمر كمال، اللي هو دي اكتر فكره عبثيه ممكن تشوفها في حياتك، ان عمر كمال يلعب جناح. لا بجد بجد الموضوع مرعب ومقرف في نفس الوقت. انت بتقعد تبص على الاهلي كده، هو لا مؤاخذه في حاجه اسمها مرحله صناعه لعب. فين مرحله صناعه اللعب في الاهلي؟ يعني فين مرحله صناعه اللعب في الاهلي؟ احنا بنرمي كرات طول التلت الامامي وكل واحد يتصرف بقى. بنرمي كرات طول التلت الامامي وكل واحد يتصرف. كابتن امام عاشور اللاعب اللي بيلعب في نص الملعب، انا مش بباصي لحد، انا مش شايف حد، انا كل كره هاخدها واروح للجول، وفي مدير فني واقف بره عادي. بعمل الكلام ده بقالي فتره طويله عادي. كرات المفروض تتلعب بالعرض، لا انا بشوط حتى لو الزاويه مقفوله. اشرف بن شرقي بوديه ناحيه الشمال، ما يركبش، طب اوديه ناحيه اليمين، طب بقول لك ايه، ما تيجي اطلعه. يعني ايه المشكله بن شرقي؟ يعني مش مشكله ان انت عاكك وجراديشار ووسام انت مخسرنا لاعب. يعني انت مش مشكله ان انت عاكك ومخسرنا لاعب جراديشار او وسام. ما هي جراديشار يا وسام ما ركبتش، الاثنين يلعبوا مع بعض ما ركبتش خالص. عندنا مشكله في صناعه اللعب، عندنا مشكله في صناعه اللعب. اللاعب اللي المفروض ان هو بيصنع لعب امام عاشور ما بيصنعش لعب ولا حاجه. امام عاشور بيدور على ان هو يروح على المرمى اكتر، بيدور على ان هو يروح على المرمى اكتر. امام عاشور مرحله خلق الفرص لزمايله مش موجوده تماما. الموضوع صعب قوي. طبعا اكرم توفيق مش مستني منه حاجه. اكرم توفيق هو لاعب ديسترويد، لاعب بيحاول يرجع لك الكوره وبيعمل عمليه استرجاع الكوره. مروان عطيه بيبني لي من تحت، مروان عطيه بيبني لي من تحت وبيقدر ان هو ياخد الكوره من داري وربيعه، وهم عندهم مشاكل كتير في مرحله الخروج بالكوره. الحمد لله، فلنحمد الرب ان فريق الهلال السوداني فريق عنده مشكله تهديفيه. الكلام ده انا بقوله من بدايه دور المجموعات في تحليل ماتشات الهلال السوداني. الهلال السوداني فريق عنده مشكله في موضوع التسجيل. فريق الهلال السوداني عنده مشكله في موضوع التارجت واللعيبه اللي تقدر تسجل، والمان تارجت اللاعب اللي يقدر يسجل اهداف لفريق الهلال السوداني. هو اخره تلاقي دور على جان كلود جرموشيا وهو بيدور على ان هو يقطع لجوه عشان يشوط. هي جت معاه في مره فقرر ان هو يلا نعملها على طول. هو هتلاقي الراجل بيجي من على الطرف بيحاول يقطع لجوه ويشوط. عملها مره النهارده والشناوي صدها. لكن بصراحه الاهلي عمل اسيست عظمه لفريق الهلال السوداني في بدايه الشوط الثاني. والله احنا بنعمل لهم اسيستات عظمه. الاهلي زمان لما كان بيسجل هدف كان بينزل قدام الفرقه المنافسه بيهينها. انت بتلعب في استاد القاهره، تسجل هدف في الدقيقه 11 عن طريق محمد هاني. ايه اللي يمنعك انك تعمل سكور؟ انك ما عندكش حلول بس. ايه اللي يمنعك ان انت تسجل تاني؟ انك مش عارف. انت مش عارف. لعيبه الاهلي الموضوع ما كانش موضوع شراسه ولا كان موضوع ان هم عندهم روح، لا هم كان عندهم شراسه وروح بس ما عندهمش حلول، مفيش ابداع. الموضوع هنا مش متعلق بالروح ولا متعلق بالجرينتا، لا الموضوع هنا متعلق بالابداع. مفيش يا باشا مفيش. مش هنشتغل بعض، مفيش. لا مفيش حلول، مفيش حلول خالص، مفيش حلول خالص. جراديشار وسام، انت بتطرف جراديشار، انت خسران جراديشار. خلي جراديشار بعيد عن منطقه الجزاء لمجرد ان انت اصل معلش انا ما عنديش. لا، ويوم ما افكر ان انا اغير بنزل بعمر كمال. لا، وبفكر ان انا اصلح بدل ما اطلع محمد هاني واخلي عمر كمال هو الباك وحسين اللي قدامه، لا انا بطلع اشرف بن شرقي. اداره كارثيه بالنسبه لكولر، هي اداره كارثيه بالنسبه لكولر. وبتتكلم على امكانيات لعيبه، الموضوع صعب بالنسبه لكابتن امام حالته الفرديه. امام عاشور عايز يلعب تنس مش عايز يلعب كره قدم. يعني امام عايز يلعب تنس مش عايز يلعب كوره. اللي بيقدمه امام عاشور من فتره ده هو تنس. انت بتلعب لعبه فرديه، انت مش بتلعب كوره، مش بتلعب لعبه جماعيه خالص. اما بن شرقي فبن شرقي النهارده خد كميه قرارات غلط في الملعب مش طبيعيه. بن شرقي خد كميه قرارات غلط في الملعب مش طبيعيه. الموضوع بيتصعب؟ لا الموضوع مش بيتصعب قوي، لان خلي بالك فريق الهلال السوداني فريق زي ما قلت لك كده عنده مشكله كبيره في موضوع التسجيل. فريق ما بيعرفش يجيب جول، ده على الدغري. فريق موضوع ان هو بيسجل اهداف ده ما عندوش لاعب بيقدر ان هو يسجل، وما عندوش لاعب حاسم. الهلال مشكلته من بدري ان هو ما عندوش لاعب حاسم. الهلال لو عنده لاعب حاسم النهارده كان سجل له على الاقل هدف. الهلال لو عنده لاعب حاسم النهارده كان سجل له على الاقل هدف. مباراه بالنسبه للاهلي لطي النسيان. بس مش عارف هي المره الكام بالنسبه لكولر في دوري ابطال افريقيا اللي بيلعب مباريات للنسيان. بقالنا فتره طويله بنلعب مباريات للنسيان. طبعا هيقول لك ادعم 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 ادعم، مع ان بصراحه حاسس ان تجربه كولر جابت اخرها. هي جابت اخرها. لان لما تدور على اداره الفريق بالشكل ده وانت عمال تدي اجازات مش طبيعيه
وعمال تلعب في الشكل بتاعك في التلت الامامي ومش لاقي حلول، ونص الملعب عندك مش لاقي حلول، لا الموضوع صعب. الموضوع فعلا صعب 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 قوي. انت بتضحي بمرحله صناعه اللعب علشان خاطر تسترجع الكوره. طب بعد ما تسترجع الكوره بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. يعني انت مضحي بلاعب نص الملعب اللي يقدر ان هو يلاقي حلول، اللي هو اصلا ما عندكش في الفرقه، ومخلي اكرم توفيق. طيب اكرم بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه. اكرم في نهايه في نهايه المباراه بدل ما يلعب كره في منطقه الجزاء ويلعب عرضيه، لا انا هلعبه بشمالي على اساس ان انت بتعرف تشوط قوي بيمينك. مش عارف اقول هارد لك ولا اقول مبروك ولا اقول ايه.